أهلا بيكم في حكاية سهم. هنا احنا مش بس بنقول أرقام، احنا بنحكي الحكاية اللي ورا كل سهم عشان تستثمر بوعي وتفهم السوق بجد. عارف إن في ناس بتكسب في البورصة وإنت لسه محبوس في سهمك؟ الحقيقة إن السوق مش عشوائي، في أفخاخ بتتنصب لك كل يوم. النهاردة هقول لك على 5 أفخاخ، لو عرفتهم مبروك، انت بدأت تبقى محترف. الأول، فخ الطيارة. سهم طار 20%، فتقوم داخل تشتري بسعر عالي، والنتيجة السهم بيصحح وانت بتتحبس. التاني، فخ التوصيات المجانية. تدخل جروب تلاقي الكل بيقول السهم ده رايح للقمر، هم غالبا بيبيعوا عليك. قبل ما تشتري بكلمة حد اسأل نفسك، هو قال لي ليه دلوقتي بالذات؟ التالت، فخ الزيرو. تفتكر انك هتكسب كل يوم، الزيرو ده مقبرة المبتدئين لو ما عندكش شاشة وسرعة. البورصة المصرية محتاجة نفس طويل، مش استعجال. رابع، فخ الحب. تعشق سهم وتصمم انه هيطلع رغم ان كل الاشارات بتقول اخرج. افصل مشاعرك عن محفظتك، السهم وسيلة مش غاية. جاب الهدف بيعه، كسر الدعم اخرج. الخامس، فخ السيولة. تشتري سهم ميت مش بيتحرك وتتحبس فيه شهور عشان مفيش مشتري. دايما خليك في الأسهم اللي فيها فوليوم وحركة عشان تعرف تخرج وقت ما تحب. الأفخاخ دي موجودة عشان الغلابة تخسر والمحترفين تكسب، وعشان كده احنا هنا بنتعلم نكون مع الفئة اللي بتكسب. لو عايز تحمي محفظتك وتعرف حكاية البورصة، اشترك في القناة وفعل الجرس واستنى الحكاية الجاية. سلام.